8 نصايح للسحور هنقولها عشان ما تحسش بعطش او جوع في نهار تاني يوم رمضان. يلا بينا نشوف. رمضان كريم عليكم، تقريبا دي تالت حلقة نعملها لرمضان نتكلم فيها عن نصايح مهمة جدا. لو ما شفتش حلقات رمضان هسيب لك اللينكات بتاعتها في الديسكريبشن تحت. بنحاول بقدر الامكان ندي نصايح عشان الناس ما تخسرش عضلات او تحاول تحقق التارجت اللي هي عايزاه في رمضان. في ناس كتير جدا بقابلها بتحاول تعمل فريز للجيم او فريز للدايت بتاعها في رمضان عشان تاكل براحتها، عشان ما تنزلش الجيم عشان بيبقى زحمة. الكلام ده غلط، او هو كل واحد حر، بس عشان انت ما تنزلش الجيم عشان زحمة او ما تعملش دايت في رمضان عشان تاكل براحتك، ده ممكن يقلل جدا من التارجت بتاعك او يكسلك شوية بعد كده او بعد رمضان. لو انت جيت قارنت، في ناس ممكن توصل للتارجت بتاعها زي ما قلنا قبل كده في رمضان بسهولة جدا، لان احنا قلنا الصيام اصلا ربنا سبحانه وتعالى قلنا ان هو ما خلقش حاجة او ما خلاش المسلم يعمل حاجة بتضر الجسم، بالعكس. فالصيام مهم جدا للجسم وممكن يوصلك للهدف اللي انت عايزه بسرعة جدا، خصوصا لو انت عايز كمان تخس. لان في الايام العادية او بره رمضان الناس بتستخدم نظام الصيام المتقطع لان هو نظام مهم جدا للتخسيس، بيساعد على التخسيس والحرق كتير جدا، وكمان مهم جدا لاجهزة الجسم. الخلايا بتاعتك المفيدة بتتجدد والخلايا الضارة بتموت، فالصيام في كلتا الحالات مهم جدا، ده احنا ما اختلفناش عليها. فانت لو دخلت الرياضة مع نظام صحي انت ماشي عليه لمدة 30 يوم لجسمك، هتوصل للتارجت اللي انت عايزه بسرعة وفي وقت قياسي يعتبر في شهر. فدي حاجة مش بعيدة، بس هي عايزة شوية إرادة. خلينا نيجي لموضوع الحلقة النهاردة. احنا هنتكلم على 8 نصايح مهمة جدا للسحور، هنحاول بقدر الامكان عشان تاني يوم في نهار رمضان للناس اللي بتشتغل او الناس اللي بتنزل او الناس اللي بتعمل مجهود تاني يوم تحاول ما تجوعش او ما تعطش. اول حاجه معانا لازم وجبه السحور بتاعتك تكون وجبه كامله. يعني ايه وجبه كامله؟ يعني تكون وجبه كامله من المايكرو نيوتريشنز بتاعتك. لو حد متابع عامل نظام دايت مع مدرب معين هتلاقيه كاتب لك في البرنامج بتاعك وجبه السحور، هتلاقيها وجبه كأنها وجبه غدا، وجبه كامله مش وجبه عشاء. بخصوص الاونلاين كوتشنج، لو حد عايز يتدرب اونلاين كوتشنج وعايز يوصل للتارجت بتاعه وعايز متخصص تغذيه، خش على لينك الانستجرام هسيبه لك تحت، ابعت لي في مسج الاونلاين كوتشنج، هبعت لك كل الديتيلز واسالك شويه اسئله تشوف انت عايز ايه بالظبط والتارجت اللي انت عايز تحققه ايه، ونحاول نوصل مع بعض للتارجت اللي انت عايزه في اسرع وقت. هسيب لك اللينك في الديسكربشن تحت. نرجع بقى لمرجوعنا، الوجبه الكامله اللي هي فيها كل المايكرو نيوتريشنز اللي هي الكربوهيدرات والدهون والبروتين. لازم وجبة السحور بتاعتك تكون فيها كل العناصر الغذائية او المايكرو نيوتريشنز، خصوصا البروتين، لان انت كده لو انت شاب رياضي هتبقى لسه مخلص جيم او مخلص جيم من بعد الفطار زي ما اتفقنا، فهتبقى محتاج وجبه كامله عشان تغذي العضله بتاعتك. طيب انت هتغذي العضله بتاعتك ازاي وانت اصلا بعد كده هتصوم حوالي بتاع 14 ساعه من غير ما تاكل؟ عضلك هياكل منين؟ فانت لازم تاكله على السحور كازين بروتين. الكازين بروتين بيبقى فيه ايه؟ المصادر بتاعته ايه؟ الكازين بروتين ممكن جاي من الجبنه القريش، الكازين بروتين برضو ممكن ناكله من السلمون، الكازين بروتين ممكن لو احنا معرفناش ناكل الكلام ده او الناس مش بتحب طعم الجبن القريش، ممكن ناخده من مكمل غذائي اللي هو الكازين بروتين. فده هيبقى حاجة مهمة جدا، لازم يبقى فيه بروتين على وجبة السحور، ده غير الكربوهيدرات عشان يديك طاقة والدهون الصحية اللي احنا لسه هنتكلم عليها كمان شوية. تاني نصيحة، ابعد عن اي اكل فيه املاح كتير، ابعد عن ملح عموما تحطه على البيض او تحطه على اي حاجة، ابعد عن المخلل، ابعد عن الزيتون مخلل، ابعد عن اي حاجة فيها املاح كتير عشان هتحسسك بالعطش. ابعد عن الطعمية، ابعد عن الطعمية اصلا سواء عطشان او مش عطشان، ابعد عن الطعمية لو انت عايز تخس، عشان الطعمية بتبقى مقلية في زيت طبعا، وبالليل ممكن تسبب لك حرقان وعطش تاني يوم. فتاني نصيحة، ابعد عن اي حاجة مملحة. تالت نصيحة، حاول تاكل حاجات فيها مية كتير، يعني حاول تاكل اكل فيه مية كتير زي الزبادي، وبالذات كمان الزبادي اليوناني. الزبادي اليوناني فيه نسبة بروتين كويسة تعتبر برضو من الكاسين بروتين، فحاول تاكل اكل فيه مية كتير عشان يساعدك ما تعطش تاني يوم. فتالت نصيحة، ناكل اكل فيه مية كتير زي الزبادي وبالذات الزبادي اليوناني. رابع نصيحة، حاول تتأخر في السحور على قد ما تقدر. انت كل ما الهضم عندك بيتأخر كل ما بتحس بالشبع فترة أطول، بس طبعا ما تجيش تتسحر قبل الأذان ب15-10 دقايق، لا احنا نتسحر عادي، ممكن نتسحر على الساعة 3-3:30. احنا الفجر بيقدر عندنا بتوقيت مصر هنا الساعة 4:30 تقريبا، فاحنا نتسحر على 3-3:30. بعد كده تاخد سكوب الكازين بتاعك لو انت هتاخد سكوب الكازين، لو مش هتاخد سكوب الكازين خد الزبادي بتاعك او الزبادي اليوناني، او اقرا لك شوية قرآن. بعد كده على الساعة 4 امسك اشرب كوباية مية وامسك وقول نوية الصيام. فعملية الهضم عندك هتاخد وقت شوية لان انت متسحر متأخر، فبالتالي ممكن تحس بشبع فترة أطول. وبخصوص المية اللي بنشربها قبل الأذان ب3-4 دقايق، أنت مش جمل،
انت مش جمل مش هتشرب ازازه ميه او ازازتين ميه فانت كده مش هتعطش. لا، الجمل ربنا خلقه ان هو بيخزن اكله، لما بيجوع بياكل من الاكل اللي هو مخزنه. احنا مش جمال. خامس حاجه زي ما قلنا، اللي لازم يبقى الوجبه بتاعتك فيها عناصر غذائيه او مايكرو نيوتريشنز كامله من البروتين والكربوهيدرات والدهون. فاحنا هنتكلم دلوقتي عن الكارب. حاول تخلي الكارب بتاعك كومبليت كارب او كارب معقد اللي هو الدراي ساكرايد. فاحسن مصدر ممكن تاكله على السحور يعتبر من التراي ساكرايد او الكومبلكس كارب عموما هو الشوفان، وكمان الرز البني. دول هيحسسوك جدا بالشبع وكمان هيدوك طاقه تعيش معاك لتاني يوم. سادس نصيحه، ودي نصيحه قصيره جدا، بلاش قهوه بالليل. بعيدا عن النوم بلاش قهوه بالليل عشان ما تعطش. سابع نصيحه معانا، اهتم بالدهون الصحيه على السحور. الدهون الصحيه زي الاوميجا 3 طبعا، او كمان لو انت مثلا ممكن تاكل شويه مكسرات بالليل او زبده فول سوداني، كل دي دهون صحيه. الدهون الصحيه على السحور مهمه جدا عشان هتديك طاقه لتاني يوم وهتسد الشهيه عندك طول اليوم تقريبا. فزي ما احنا شايفين، احنا لو خدنا وجبه فيها كل العناصر الغذائيه من بروتين وكربوهيدرات ودهون، فبالتالي هيحسسوني جدا بالشبع، لا وهيغذوني كمان وهيغذوا العضله على مدار اليوم وهيدوني طاقه. المايكرو نيوتريشنز لما كلها بتتجمع في وجبه واحده الصحيه بتغنيك عن اي حاجه من بره او مكمل او اي حاجه. تامن نصيحه معانا، حاول ما تاكلش بوتاسيوم قبل ما تنام او على السحور يعني، عشان البوتاسيوم بيعطش جدا. زي ايه البوتاسيوم؟ ممكن زي اكتر حاجه بناكلها فيها بوتاسيوم يعتبر الموز. دول 8 نصايح على قد ما اقدر قدرت اجمعهم بخصوص السحور. لو في اي حد عنده اسئله بخصوص السحور او بخصوص رمضان عموما اكتبوا لي تحت في الكومنتس وهرد عليه. ولو عايز حلقه رمضان معين اعملها برضو اكتبها لي في الكومنتس، هعمل لك حلقه عليها. وما تنساش تعمل اشتراك لو لسه ما اشتركتش، في ناس كتير جدا بتتفرج لسه ما اشتركتش. اعمل لايك لو عجبك الفيديو واشترك لو لسه ما اشتركتش، والناس اللي مشتركه تفعل الجرس عشان يجي لها كل فيديوهات جديده. هتستنوا فيديوهات كتير جدا في رمضان ان شاء الله هنتكلم عليها. ولو مش متابعنا على الانستجرام والتيك توك هسيب لك اللينكات تحت في الديسكريبشن، اعمل لي فولو. انا بنزل تقريبا كل يوم فيديو عن فيه نصايح لرمضان. ولو عايز تتدرب اونلاين او عايز اخصائي تغذيه ابعت لي زي ما قلت في اول الحلقه مسج على الانستجرام اونلاين كوتشنج، هرد عليك بالتفاصيل وان شاء الله هنوصل للتارجت انا وانت مع بعض. كل سنه وانتم طيبين ودمتم في رعايه الله.